السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة زدوك OSG اسمها جمال. أهلا بكم في أواخر حلقات شابتر 1 في أحياء أولى ثانوي. النهاردة بإذن الله هنكون حلينا على المنهج كله بتاع الشابتر الأولاني يعني، وهنحل بصراحة أسئلة قوية جدا وأفكار عليا عليا عليا. لازم تكون متفرج على الحلقة بتاعت المراجعة اللي احنا رجعنا فيها كل الكلام دوت، كل السلايدز دي رجعنا عليها، كل الكلام دوت رجعنا عليه في الحلقة اللي فاتت. لازم تكون متفرج علشان الأفكار دي هتتكرر معانا هنا بقى، فأنت لازم تكون فاهم الأفكار دي عشان تعرف إيه، عشان تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي. أول سؤال شوية كده شوية ملاحظات علشان واحنا بنحل لازم تقرا كل كلمة، تمام، بتمعن شديد جدا، ولازم برضك تحدد الجزئية اللي انت بتحلها دي فين، انت بتحلها في انهي حتة، تمام. يعني الجزئية دي تبع انهي جزئية في المنهج، السؤال ده تبع انهي جزئية في المنهج، وتوجه فكرك لهناك وفي الاخر تحل، تمام. طيب حاجة التانية، ما تتسربعش طول الوقت هيخلص مني، لا يخلص يا عم، يخلص وابقى انا فاضل لي 5 اسئله ما حلهمش، بس انا فكرت كويس جدا في الاسئله اللي انا بحلها وحليتها صح، ولا اكروت الدنيا وابقى انا فرحتي حلت كل حاجه بس انا مش متاكد من ولا سؤال اللي انا حله، تمام. دي كانت نقطه كويسه جدا انا عايز اتكلم فيها. نبتدي نحل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاشكال البيانيه التاليه توضح العلاقه ما بين العلاقه ما بين الاحماض الامينيه، تمام، في سلسله عدد البيبتايد وعدد جزيئات الماء المفقوده، تمام. كنا عملنا علاقة ما بين الكلام ده، بيقول ايه بقى العلاقة ديت؟ تقول ان عدد جزيئات الأحماض الأمينية، تمام، بتساوي عدد جزيئات الماء المفقودة، وكمان عدد البيبتايدز أو عدد الرابط، بيساوي عدد الجزيئات ناقص 1. حلو كده؟ حلو. يعني كل ما يزيد عدد المونيمرز، كل ما يزيد عدد الرابط، وكل ما تزيد جزيئات الماء المفقود، تمام. دلوقتي تعالى نفسر كل الأشكال. عندي عدد الأحماض الأمينية وعدد الجزيئات، ده كده شكل، ده منحنى، ودوتي رياض أصلا ملناش دعوة بيها خالص. ديت علاقة طردية. يعني إيه علاقة طردية؟ يعني كل ما عدد الأحماض الأمينية تزيد، كل ما عدد جزيئات الماء تزيد، كل ما عدد الروابط اللي ما بينها تزيد، تمام. ده كده صح. عدد الأحماض الأمينية برضك ده كده منحنى ملناش دعوة بيه، ده رياضة، تمام. عدد الأحماض الأمينية دي كده علاقة عكسية، يعني جزيئات الماء عالية لما كان عدد الأحماض الأمينية قليل، ماشي. جزيئات الماء عالية وعدد الأحماض الأمينية قليل. هي كده جزيئات الماء قلت لما عدد الأحماض الأمينية زادت، وده طبعا مش مقنع تمام. إذا الإجابة الصح هي B عشان علاقة عكسية، تمام. علاقة طردية. ديت علاقة طردية، تمام. يعني ايه طردية؟ يعني كل ما عدد الأحماض الأمينية تزيد، كل ما جزيئات الماء تزيد، اللي هي عدد البيبتايدز أو عدد الروابط. الشكل الذي أمامك يمثل سلسلة عديد بيبتايد، تمام، بوليمر. عدد أنواع الأحماض الأمينية. تعالى نعد، تمام. هنعد المفروض إن الجي خلاص طالما عديناه مرة ما يتعدش تاني، لأن أنا عايز عدد أنواع، مش عدد الأحماض الأمينية الموجودة، لا، عدد الأنواع، تمام. أدي كده نوع، تمام. أدي 1 2 3 4 5، عدينا الاتش قبل كده، عدينا الجي قبل كده، 6 7 8 9 10، عدينا السي قبل كده، 11. تعالى كده نراجع: جي ام اتش ال كي سي اف بي اي دي، لا ايه، تمام. احنا كده كل واحد مرة عدينا مرة واحدة بس. دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. فالإجابة هي 11. انت لازم تكون مركز جدا وانت بتعد، ما تجيبش حاجة مرتين. الروابط المكونة لهذه السلسلة بابتدية فقط، تمام. أي مما يلي لا يحتوي على عنصر الفوسفور ضمن المكونات. لازم طبعا نكون مركزين كده.
ATP ده اكيد فيه عشان حتى ادينوزين ثلاثي الفوسفات اهو، تمام. يبقى ادينوزين تراي فوسفات ده فيه طبعا. الثيروكسين دوت فيه يود، تمام. الكازين دوت بروتين فيه فوسفور فعلا، تمام. النيوكليوتيدة فيها فوسفور فعلا، تمام. طيب انهي بقى اللي لا يحتوي؟ يبقى هي الاجابة رقم ب، تمام. من الشكل المقابل الذي يوضح أحد الأحماض النووية DNA يعني التي تحتويها الخلية الحية، يتضح أن هذا التركيب بيتكون من إيه التركيب دوت؟ بيتكون من نيوكليوتيدة، تمام. ادي النيوكليوتيدة، ماشي. دوت كربون نمبر 1. فيه هنا هوت ايه؟ فيه هنا هوت نيتروجين بيس أو قاعدة أمينية، تمام. في هنا هوت مجموعة فوسفات، ماشي. وهنا هوت في رقم 3 الكربون نمبر 3 OH. هنا هوت الكربون نمبر 2 ممكن تبقى فيها H بس، وديت تبقى ايه؟ DNA. ممكن تبقى OH ودوت يبقى RNA. واخد بالك ان احنا كمان بنراجع لتاني مرة مع الحل، احنا مش بنحل ونجري، احنا بنحل وبنراجع الجزئية معاها، تمام. فاهمني؟ يعني كده احنا عملنا كام حلقة حل؟ الحلقة اللي فاتت اللي هي بتاعت الباور دوت اللي جبناه كله، والحلقة ديت. طيب كام تركيب عندي كده في الشكل بتاع النيوكليوتيد؟ نيتروجين بيس والسكر والفوسفات. يبقى 3 وحدات بنائية متماثلة التركيب وهي مش متماثلة، 3 وحدات بنائية متباينة التركيب هي متباينة، 4 وحدات بنائية هم مش 4 أصلا، تمام. كل مما يلي يحتوي على عنصر النيتروجين اللي هو ال N، تمام، ضمن مكوناته ما عدا. تعالى نشوف بقى وحدة بناء الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين اللي هي النيوكليوتيد، لسه كاتبينها، وهي بتبقى عبارة عن نيتروجين بيس اللي هي قاعدة نيتروجينية، اللي هي بتبقى الإيه؟ عبارة عن الحلقات اللي هما مين؟ طيب تعالى نقولهم. ثيامين بيرتبط مع الأدينين بروابط هيدروجينية إيه؟ ثنائية، تمام. والجوانين مع السيتوزين بروابط هيدروجينية ثلاثية، تمام. لو احنا بنتكلم على ال RNA فال T هيرتبط مع اليو اللي هو اليوراسيل، تمام، ماشي. يبقى تاني احنا السؤال كان بيقول ايه اصلا؟ كل مما يلي يحتوي على عنصر النيتروجين N ضمن مكوناته ما عدا، يبقى دوت بيحتوي، تمام. وحدة البناء دوت بيحتوي اكيد برضه وحدة بناء الألبيومين ديت اللي هي ايه؟ اللي هو بروتين CHNO، تمام. تعال نكتب كده الصيغة الكيميائية أو الصيغة الكيميائية بتاعت البروتين كربون. يبقى أنا عندي إيه؟ نيتروجين أهي، إذا الألبيومين كمان فيها نيتروجين، يبقى النشا هي الإجابة الصحيحة، لأن النشا ديت إيه أصلا؟ النشا ديت CnH2n O N كربوهيدرات. ال N دي إيه طيب؟ لا ال N دي نمبر، اختصار لي كلمة نمبر، العدد، مش نيتروجين. نيتروجين دوت ايه؟ عنصر، تمام. فالإجابة الصح هي النشا. أي العبارات التالية صحيحة؟ يتكون ال DNA في الخلية من بروتين؟ بيتكون من بروتين، أيوة. يتكون البروتين من DNA ويخزن في الخلية؟ يتكون البروتين من DNA؟ لا غلط. يتحكم ال DNA في تكوين بروتين خلية؟ طبعا. الخلية تتكون من DNA وبروتين؟ الخلية كلها بتتكون من DNA وبروتين؟ يعني هي بس هي مش بس. تعالى بقى ايه، او خليها صح يا سيدي، علشان انا دلوقتي طالب موسوس وايه وعايز اشوف. دلوقتي انا عندي 3 اختيارات صحيحة، تعالى نفاضل بقى ما بينهم. يتكون DNA في الخلية من بروتين زائد حاجة تانية، يبقى بروتين، ماشي، والايه؟ النيوكليوتيد، تمام، ماشي. قصده على الكروماتين، يعني اللي هو الكروماتين اللي بيبقى في الكروموسوم اللي هو بيبقى عبارة عن DNA بروتين، بس هو قصدك هنا يتكون ال DNA نفسه من بروتين، يبقى لا، ديت أصلا غلط من أول، لأن ال DNA بيبقى عبارة عن نيوكليوتيد بس. لو كان قال لك الكروموسوم مثلا، ماشي، الكروموسوم بيخش في البروتين. يتحكم ال DNA في تخليق البروتين؟ أيوه. الخلية تتكون من DNA وبروتين؟ أيوه، الخلية بتتكون من DNA وبروتين، بس هل
دي ان ايه وبروتين بس، لا ده في كربوهيدرات وفي ليبيد وفي كلام كتير جدا، فدي نستبعدها. اتبقى لنا ايه؟ اتبقى لنا دي تحكم الدي ان ايه في تكوين البروتين في الخليه، ده هو اساسي جدا. هتلاقي في تحت كده التسلسل بتاع تكوين البروتين في الخليه، وهنبقى نراجع السلسله او التسلسل بيمشي ازاي. يعتقد علماء ان الميتوكوندريا تشبه الخلايا المستقله. ليه؟ علشان بيحتوي عليها دي ان ايه. يتشابه الهيموجلوبين مع الثايروكسين في عدد الأحماض الأمينية؟ أكيد لأ. الترتيب؟ أكيد لأ. نوع الأحماض الأمينية؟ أكيد لأ برضه، لأن النوع بيتغير. نوع الروابط الكيميائية؟ أيوه. ليه؟ لأنها باسمها إيه؟ بيبتايد بوند. تمام ماشي. بص يا سيدي، الشكل المقابل يوضح تركيب ال DNA. يعني نيوكليوتيدة. تعالى بس نحدد أركان النيوكليوتيد. أي ده سكر، قاعدة نيتروجينية، فوسفات. تمام. السكر ده اسمه الريبوز، قاعدة نيتروجينية، فوسفات. طيب أي مما يلي يحتوي على مجموعة فوسفات، يبقى رقم 3 كده فيه، ورقم 4 فيه، رقم 2 ده قاعدة نيتروجينية بس، رقم 1 واخد السكر وقاعدة نيتروجينية. ادي كده جيم. اللي بعده مهم جدا السؤال ده طبعا. عدد جزيئات الماء التي يتم نزوعها من كام؟ من 67 حمض أمين. من كام؟ من 67 حمض أمين. يبقى تعالى كده 67 حمض أمين ناقص 1 يعني يساوي 66 جزيء مية محذوف. ماشي. فقدت الخلية قدرتها على تخليق البروتين. ده سؤال عادي يعني نظري جدا. مش هيبقى فيه بروتين في الخلية، مش هيبقى فيه نمو. طبعا احنا نعرف وظيفة البروتين في الخلية في الشابتر الجاي ان شاء الله، ان هو بيعمل قنوات تقدر تدخل وتخرج الحاجات. فنقدر نقول مثلا ان هيختل النظام في الخلية والخلية هتموت، مش هيبقى فيه نقل من والى الخلية. فاهم يعني؟ انت هنجد لك اي كلمتين هيبقى صح. ما وجه الشبه بين الحمض الأميني الفالين والحمض النووي؟ RNA. الفالين يعني ده اسم الحمض الأميني، ماشي. والحمض النووي RNA اللي هو الحمض النووي اللي هو الريبوز نيوكليك أسيد، ماشي. طيب الريبوز والنيوكليتيد رسمنا شكلها قبل كده، مش عايزين نرسمها تاني. والحمض الأميني الفالين عرفنا إن هو بيبقى إيه الشكل بتاعه، كربون و4 روابط وهكذا. طيب مفيش وجه شبه إلا إننا نحط الإيه؟ نحط الرموز بتاعتنا CHNO، ده كده النيوكليوتيد. والحمض الأميني CH، لو في هنا فوسفات برضه خلي بالك، والحمض الأميني CHNO برضه. فوجه الشبه إن كلاهم بيحتوي على الإيه؟ العناصر كربون، هيدروجين، نيتروجين، أكسجين، لكن الحمض النووي بيزيد عليهم الفوسفات فقط. ما التسلسل الطبيعي لتكوين البروتين؟ أهو تعالى نشوف فين. أهو يبقى عبارة عن DNA. لو عملنا له تضاعف في النواة هيديني DNA برضك عادي جدا، بس لو DNA عملت له نسخ هيطلع لي RNA شريط واحد، ماشي. ال RNA بقى لما اعمل له ترجمة سيتوبلازم يديني بروتين. يعني من DNA نسخ RNA ترجمة بروتين. تكتب له الخط ده كده DNA اهو مثلا DNA نسخ RNA ترجمة بروتين. تعالى يا عم نكتب، مش مشكلة نضيع في وقت مع بعضين، صحيح حاجة دينا بنراجع. DNA دي أوكسي رايبو نيوكليك أسيد، وأعمل له سهم كده، ماشي. السهم ده تقوم كاتب عليه إيه؟ نسخ، ماشي. بعد كده هيدينا إيه؟ هيدينا RNA. مش مهم بقى تكتب فين والكلام ده كله، لأ اكتب لي بس اللي على السهم. RNA تعمل له ترجمة ماشي. الترجمة دي هتودينا إيه؟ للبروتين. تتم عملية هضم البروتينات. المعادلة دي مهمة خلي بالك. تتم عملية هضم البروتينات في الإنسان بالجهاز الهضمي. خلي بالك دي هضمها في الجهاز الهضمي في وجود إنزيمات متخصصة، وذلك لتحويلها إلى وحداتها البنائية. حلو جدا. تسهيل امتصاصها والاستفادة منها. في ضوء ذلك أجب عما يلي.
ما النتائج لهذه العملية؟ هو مجاوبها لك، الوحدات البنائية. لما النتائج لهذه الناتج النهائي لهذه العملية الوحدة البنائية لكل حاجة. مثلا هو قال لك ايه هنا؟ بروتين، فالوحدة النهائية هتكون ايه؟ هتكون امينو اسيد او حمض اميني، واكتب له شكل الحمض الاميني ان احنا لسه راسمين شكل. كيف تستفيد خلايا الجسم من هذه الوحدات البنائية؟ ماشي، قلت لك كان عندنا ايه؟ حاجتين. اول حاجة ان هي بناء الجسم ونمو الجسم، تاني حاجة انها بتكسر الاحماض الامينية وتبني بيها الاحماض الامينية اللي مش عندها. كنت قلت لك قبل كده ان الجسم بيقدر يخلق كام واحد؟ 9 بس. طب وبقية ال11 بياخدهم وبيستخلصهم من الاكل اللي الجسم بياكله. ماشي. اتعلمت ان الانزيم اكس حساس بدرجة كبيرة. مهمة جدا السؤال ده بصراحة، وكان خطير 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 خطير. هنشتغل بقى السؤال ده بتفكير. إذا علمت أن الإنزيم إكس حساس بدرجة كبيرة، يا نهار أبيض السؤال ده خطير، السؤال ده جامد جدا وعايزين نقعد نفكر فيه شوية حلوين. عشان كده قلت لك لازم تقعد تفكر في الامتحان كتير جدا، ما تعديش السؤال مش عشان انت زهقت، لا لازم تجيلك فكرة، فكرة تكون كويسة وتخطط وشخبط بالأقلام، بس يكون قلم رصاص طبعا. ماشي. فيعني بالله عليك ما تعديش السؤال غير لما تكون متأكد من فكرته الحل. وهنطبق أكني بالظبط طالب في الامتحان، وأشوف هفكر ازاي وهستبعد ازاي، وفي الآخر خلاص أقول لك الحل ده جه ازاي. حساس بدرجة كبيرة للتغير فين؟ في درجة الحرارة. أي المنحنيات الآلية يعبر عن نشاط هذا الإنزيم. تمام. المفروض إن درجة الحرارة ده كده صح. ماشي. درجة حرارة مثلى الكلام ده كله، وده بردك صح على درجة حرارة مثلى. ده طبعا غلط تماما. ماشي. ده بردك صح. أنا كده عندي ب وعندي د وعندي ألف. أختار أنهي بقى؟ أختار على أساس الكلمة دي، حساس بدرجة كبيرة للتغير في درجة الحرارة. تمام. طيب أنا أفهمها إزاي؟ تعالى واحدة واحدة. دلوقتي آدي نشاط الإنزيم عند الدرجة الحرارة الفلانية 1 مثلا، ونشاط الإنزيم عند الدرجة الحرارة الفلانية اللي هي 2 مثلا. نشاط الإنزيم خلينا على طول فين؟ في القصوى. تمام. الدرجة المثلى عند يعني مثلا 3.5. ماشي. تعالى هنا درجة حرارة بس نشاط إنزيم بس درجة حرارة بعيدة شوية. طيب نشاط إنزيم على درجة حرارة، يعني هنا هو نبتدي نعد لل3 وديت 2. تمام. درجة الإنزيم عالي، درجة الحرارة لسه قريبة. نشاط الإنزيم عالي ودرجة الحرارة لسه قريبة. تمام. درجة الحرارة القصوى قريبة برضه. طيب احنا بس بنخطط وبنفكر، احنا لسه محلناش حاجة. تعالى هنا هو من ساعة ما ابتدى درجة الحرارة نشاط الإنزيم واخد رينج قليل جدا. فاهم؟ وكل الدرجات قريبة من بعض. فأنا عندي دلوقتي ألف وب وج، طبعا زي ما ألف وب ود هما الصح، فأنا عايز أختار ما بينهم واحدة. أختار إزاي؟ أولا هنا درجة الحرارة المثلى للنشاط دوت، درجة الحرارة المثلى للإنزيم دوت معلتش النشاط أوي. درجة الحرارة المثلى علت النشاط جدا، درجة الحرارة المثلى علت النشاط جدا. يبقى ادي اول واحد استبعدته، بقى لي دوت ودوت. طيب لازم اختار ما بينهم. انا بالخطوط اللي انا عملتها ديت شفت مثلا ان درجة الحرارة ابتدت تزود في نشاط الانزيم من اول درجة حرارة 2 مثلا، لكن هنا من اول درجة 4
او عايز تخليها 3 خليها 3. ماشي. الدرجات قريبة من بعض، هنا برضك الدرجات قريبة من بعض. امسح كده علشان نشوف الدنيا ماشية ازاي. سؤال مهم جدا جدا جدا: إذا علمت أن الإنزيم X حساس بدرجة كبيرة للتغير في درجات الحرارة، أي المنحنيات التالية يعبر عن الحوار ده؟ تمام. طيب، واتفقنا إن دوت مش هينفع. تمام. وقلنا ليه؟ لأن عشان دوت مش كيرف حرارة أساسا. تمام. وإن التلاتة دول هما الكيرفات حرارة. وقلنا إن دوت مش حساس علشان البيك أو المدى بتاعه واسع خالص، فده مش حساس لدرجة الحرارة. تمام. وقلنا اتفقنا إن احنا هنختار ما بين ده. بس أنا بقى عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا جدا. تعالى نقرا رأس السؤال تاني. بيقول لك حساس بدرجة كبيرة للتغير. إيه تاني يا معلم؟ للتغير في درجة الحرارة. طيب، لو السؤال اتحرف شوية وقال لك حساس لدرجة الحرارة، تمام، دي تختلف كتير جدا عن كلمة التغير فين؟ في درجة الحرارة. طيب أنا مش فاهم يعني إيه، فهمني. هقولك. بص يا سيدي، دلوقتي أنا عندي نوت الحرارة 0 درجة ونشاط الإنزيم. لما الحرارة هنا زادت، نشاط الإنزيم بدأ يشتغل. طيب، وتحت الحرارة هنا ابتدت، هنا هو درجة الحرارة ابتدت، الإنزيم بدأ ينشط ويشتغل. يبقى تمام. أنهي بقى اللي درجة الحرارة ابتدت الأول؟ المفروض رقم ب، وبعد كده المفروض رقم د ابتدت درجة حرارة متأخرة، بعد كده بدأ نشاط الإنزيم يشتغل. طيب، لو أنا قلت لك إن هو حساس لدرجة الحرارة، يعني إيه حساس لدرجة الحرارة؟ إن هو أول لما يشم ريحة الحرارة يبدأ يشتغل ويبدأ ينشط. طيب، هل هنا هو مين بقى اللي شم حرارة أسرع؟ مين اللي ابتدى أسرع؟ أكيد رقم ب عشان ابتدى الأول. طيب، لكن لو قلت لك التغير في درجة الحرارة، مش حساس لدرجة الحرارة، لا، حساس للتغير. يعني التغير يعني بتنقل من درجة لدرجة. طيب، دوت معناه ايه؟ معناه الرينج بتاع البيك عامل ازاي، او الرينج بتاع الكيرف عامل ازاي. لما كنت هنا اهوت درجة الحرارة زادت تاني. ماشي. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ يعني درجة الحرارة بتزيد كل شوية. يعني ايه بتزيد كل شوية؟ يعني بتزيد بمعدل اسرع. بتزيد بمعدل اسرع. دي نقطة، ودي نقطة، ودي نقطة، ودي نقطة، كل ده. طيب، هنا هوت درجة الحرارة بتزيد ولكن معدل أبطأ من اللي تحت. تمام. يبقى طبعا الإجابة هنا هوت إيه؟ الإجابة هنا هوت د. عشان كده قلت لك اقرا رأس السؤال كويس جدا جدا جدا. هو قال لك حساس، تمام، لإيه؟ لدرجة الحرارة ولا للتغير في درجة الحرارة؟ تمام. ب صح علشان بتبتدي بتشم الحرارة الأول، بتحس الحرارة الأول. لكن أنت كده بتجاوب على سؤال تاني. أنت سؤال مألف في دماغك، مش السؤال دوت. أنت كده جاوبت على سؤال حساس لدرجة الحرارة. تمام. لكن هنا هوت أنا بسألك على التغير في درجة الحرارة. التغير فين؟ في درجة الحرارة. معناه إيه؟ معناه إن يبقى عندي نقط كتيرة في إيه؟ في رينج قليل. يعني هنا اهوت ادي كده النقطة ديت كانت عندي الحرارة دي، بعد كده النقطة اللي فوقيها مدى حرارة قليل، مدى نشاط بسرعة، وهكذا. لكن لو جينا نطبقنا فوق مش هنلاقي نفس الكلام تحت. هنلاقي ان تحت هنا اهوت بص، تمام، الموضوع كبير شوية. حلو. تمام. يبقى الإجابة هتكون رقم د. اشطط. خش على بعده. الشكل البياني التالي يمثل نشاط 4 إنزيمات مختلفة في أوصال ذات قيم pH مختلفة. ادرس ثم أجب. أي الإنزيمات يتوقف نشاطه في الأمعاء الدقيقة؟ حلو السؤال ده. الأمعاء الدقيقة أصلا بيشتغل مين فيها؟ بيشتغل فيها التريبسين. والتريبسين ده قاعدي ولا ولا حمضي؟ لا، قاعدي يا معلم. طيب، دوت قاعدي، دوت ممكن يشتغل كحمضي، كحمضي هنا، كقاعدي وكمتعادل. فده يعني ماشي، يمشي التلاتة.
لكن طبعا رقم واحد هو اللي ايه، هو اللي ما بيقدرش يشتغل في الأمعاء الدقيقة خالص. يبقى الإجابة هتكون رقم واحد. هل الإنزيمات يعمل بكفاءة عالية على هضم البروتين؟ تمام. فين؟ في الأمعاء الدقيقة. حلو. دلوقتي أنا عندي مين ينفع في الأمعاء الدقيقة يشتغل؟ طبعا عندي 2 و3 و4، ولكن هو قال لي بكفاءة. طيب أنا هختار إزاي؟ الأمثل البي اتش المثلى والنشاط الأمثل للإنزيم. البي اتش المثلى والنشاط الأمثل للإنزيم. البي اتش المثلى والنشاط الأمثل للإنزيم. البي اتش المثلى عند 6 وده حمضي أساسا، يبقى البي اتش المثلى عند حمضي عند 6 وده كده حمضية، فمش هيعرف يشتغل في الأمعاء الدقيقة. البي اتش المثلى عند 8 وكنا قلنا إن التريبسين بيشتغل عند من 7.5 لحد 8، يبقى انت كده النشاط الامثل بتاعك عند الانزيم عند 8 اساسا اللي بيشتغل عنده في الامعاء الدقيقة، يعني هيكون الانزيم رقم 3. اي الانزيم يتاثر نشاطه بحدوث تغير طفيف. تغير طفيف يعني رينج قليل. يعني ايه رينج؟ يعني مدى. شوف دوت واخد مدى قد ايه؟ 4 درجات. شوف واخد دوت مدى قد ايه؟ 4 درجات زيهم برضه. دوت مدى 3 درجات لكن دوت مدى درجتين وربع مثلا، من 10 ل 12، يبقى أكيد رقم 4. الشكل البياني التالي يوضح العلاقة ما بين، مهم جدا بقى، نشاط الإنزيم معين وتركيزه في الوسط. السؤال ده مهم وركز فيه جدا. أنا ياريت تكون بتفكر معايا وأنا بفكر، ما تكونش أنت مستني الإجابات تجيلك على الجاهز، لأ اقعد حل، وعايزك عادي توقف الفيديو وتحل وتشوف اجابتك هتبقى صح ولا لا. تشوف انت تفكيرك كنت ماشي على الطريق صح ولا غلط. اهم حاجه قبل اي حاجه الجراف، نشوف الصادات والسين. احنا معانا نشاط الانزيم، تركيز الانزيم، نقطه التشبع هتيجي عند، يعني هعتبرها عند 3 اهو، ديت نقطه التشبع. ماشي تمام. بأعلى نشاط لهذا الإنزيم يكون عند تركيز 3. عند زيادة تركيز السؤال ده مهم جدا، سؤال 10 ده مهم. عند زيادة تركيز مادة التفاعل من المتوقع أن يكون أعلى نشاط لهذا الإنزيم 3/10 4/10 5/10 6/10. جدل وصياح في هذا السؤال. هنمسح بالراحة جدا عشان انت لو فكرت فيها توصل. دلوقتي ادي النشاط الامثل للانزيم والتركيز الامثل للانزيم، وديت اسمها نقطة عدم التشبع. تمام. يعني ايه اصلا نقطة عدم التشبع؟ انا عايز التعريف بتاعها. التعريف بيقول هو النشاط الامثل للانزيم عند التركيز الامثل للانزيم. يعني ايه؟ يعني انا مهما ما ازود في تركيز الانزيم هتظل سرعة الانزيم ثابتة. يعني السرعة القصوى للانزيم عند تركيز المين؟ تركيز الانزيم عند تركيز انزيم معين. يبقى السرعة القصوى للانزيم عند تركيز انزيم معين. هل الكلام ده كله ليه علاقة بمادة التفاعل؟ لا خالص. هل الكلام ده كله ليه علاقة بمادة التفاعل؟ لا خالص. طيب انا زودت مادة التفاعل، بس انا كده اصلا حاطط تركيز انزيم عالي جدا وواصل لدرجة التشبع اللي هي اقصى سرعة عند تركيز انزيم معين. طب النقطة المعينة دي كام اصلا؟ 3/10. يبقى عند زيادة تركيز مادة التفاعل من المتوقع ان يكون اعلى نشاط لهذا الانزيم عند التركيز 3/10 برضو. 3/10 برضو، لان انا كده انا واصل لحالة التشبع. فاهمني؟ حالة التشبع دي اللي هي مهما ما زودت اي حاجة خلاص الدنيا خلصت، نشاط الانزيم ثابت. فاهم؟ طيب مهم جدا السؤال ده تكون مفكر فيه كويس. فسر. لا تحدث التفاعلات البايوكيميائية إلا في إنزيمات متخصصة. ليه؟ لأن بسبب طاقة التنشيط، لأن التفاعلات الكيميائية بتحتاج طاقة تنشيط عالية جدا، والإنزيمات بتعمل إيه؟ الإنزيمات بتقلل طاقة التنشيط. ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟
تحدث عمليات التمثيل الغذائي في خلايا الجهاز الهضمي فقط؟ لا طبعا، في كل حتة. التمثيل الغذائي ده اللي هو ايه؟ اللي هو الهدم والبناء. طيب اديني مثال. اقول لك يا سيدي ان مثلا الميتوكوندريا بتطلع طاقة ATP عن طريق ان هي تأكسد الجلوكوز. ادي جلوكوز هتأكسده لفين تاني؟ هتأكسده لمية وايه تاني؟ وثاني اكسيد الكربون وجزيء ATP. يبقى ديت عملية ايه؟ عملية هدم. ماشي. ادي الجلوكوز دخل فين؟ في الميتوكوندريا طبعا، طلع لي ميه، جزيء ميه وجزيء ثاني اكسيد الكربون وجزيء ATP طاقه. يبقى طبعا العباره ديت غلط لان بيحصل في الميتوكوندريا. طب الميتوكوندريا دي في انهي جهاز؟ يا ابني دي في الخليه، يعني في كل جسمك فيها ميتوكوندريا. علل. يتوقف انزيم البيبسين اللي هو بيبقى من 3 مثلا، من 3.5 ل4 او من 3 ل4، يعني BH حمضي، يعني BH مالها قليلة قريبة للصفر. تمام. والأمعاء الدقيقة قاعدية، يعني BH ايه؟ قاعدي، فمش هينفع يشتغل. فهمت؟ ده الحل. ماذا يحدث عند تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات؟ هتتكسر وتبقى ايه؟ وتبقى جلوكوز. وايه اللي يحصل للجلوكوز؟ اطلع اكتب بقى الكلام ده كله تاني. الجلوكوز هيروح فين؟ في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا هتعمل ايه؟ هتأكسده. ماشي. هيطلع لنا مية، ثاني اكسيد كربون و ATP ادينوزين ثلاثي الفوسفات. عملة الطاقة في الخلية. تقوم بكتيريا حمض اللاكتيك بعملية تنفس لا هوائي تنتج عنه حمض اللاكتيك، وهذه العملية تتم بواسطة إنزيمات متخصصة تنتجها هذه البكتيريا، ولذلك تستخدم في صناعة الزبادي. الله ينور. ماشي. في ضوء ما درست، ما العوامل التي تؤثر في عملية التخمر وتحول اللبن إلى زبادي في وقت قصير؟ إنزيمات طبعا. ايوه، هي يقول لك ايه بقى العوامل اللي بتأثر على الانزيمات؟ العوامل بتاعتها زيادة درجة الحرارة، الPH الامثل للانزيم، وايه تاني؟ بس ووجود المية طبعا. ماشي. في احدى التجارب المعملية لدراسة درجة الحرارة على نشاط احد الانزيمات، قام احد الطلاب باضافة الانزيم على مادة التفاعل، ووفر الظروف الملائمة لعمل الإنزيم في المقام بتشغيل النتائج بتمثيل النتائج التي حصل عليها، كما بالشكل البياني المخطط. الشكل البياني نشاط الإنزيم مع درجة حرارة. يبقى المثلى كام؟ 45. ماشي. ماذا يحدث إذا قام الطالب بخفض درجة الحرارة؟ لا دي سهلة عادي، أنا فكرت الموضوع كبير. لا سهل. أول لما يخفض درجة الحرارة نشاط الإنزيم هيقل، وأما يرجع نشاط الإنزيم هيرجع تاني ويوصل لأمثل النشاط، أقصى نشاط عند درجة الحرارة المثلى. طيب أنا أزود لك سؤال، وإيه اللي يحصل طيب لو زودنا درجة الحرارة؟ لو زودنا درجة الحرارة نشاط الإنزيم هيقل عادي جدا. طيب لو أنا رجعته للدرجة الحرارة المثلى تاني، هل هيوصل لنشاط الإنزيم الأمثل؟ لا. ليه لأ؟ ليه؟ علشان أول لما بزود درجة الحرارة عن المثلى ده نشاط الإنزيم بيقل، ما بيقدرش يرجع تاني. لكن لو أنا قللت عن درجة الحرارة المثلى نشاط الإنزيم بيقل، بس أنا لو رجعت للمثلى تاني نشاط الإنزيم يرجع تاني، مفيش مشكلة. الشكل البياني يمثل نشاط أحد الإنزيمات المستخلصة من خلايا حيوان ثدي درجة حرارة 36. مهم جدا السؤال ده، مهم يعني. أجب. نشاط الإنزيم وتركيز إيه؟ تركيز إيه؟ مادة التفاعل. يا لهوي الحتة ديت حط تحتيها مليون خط. مش تركيز الإنزيم زي كل مرة وزي ما بنشرحها وزي ما موجودة في الكتاب، لأ، تركيز مادة التفاعل. نشاط الإنزيم مع تركيز مادة التفاعل، يعني كل ما نشاط الإنزيم بيزيد كل ما مادة التفاعل بتزيد، كل ما نشاط الإنزيم بيزيد كل ما مادة التفاعل بتزيد. ماشي. ايه الأشكال البيانية التالية يمثل نشاط الإنزيم عند درجة حرارة 18؟ يعني زي ايه كده؟ السؤال عايز امثل لك بس صعوبة السؤال عشان ممكن تكون الناس فاكراه سهل. عندي قطر سريع وعندي سحلفة بطيئة، انهي الأطول، الشجرة ولا الحمار؟
فانت مش فاهم انت يعني انت في ايه. فهنا حقيقي السؤال لا يملك شوية حاجات غراب جدا وكلهم بعاد عن بعض، وفي الاخر يقول لك ايه، هو ابن خالته كان اسمه ايه، ابن خالة اللي حط السؤال ده اسمه ايه. بس ده السؤال، وحقيقي مهم جدا وقوي جدا، ركز فيه. تاني تاني. يمثل نشاط أحد الإنزيمات المستخلصة من خلال حيوان ثدي في درجة حرارة 36 درجة مئوية. ادرسه ثم أجل. النشاط بيوضح إن النشاط كويس، تمام؟ إذا أنا عايز أكتب لك إن 36 ديت درجة الحرارة المثلى للإنزيم. وخلي بالك إن هنا هوت الكيرف أو الجراف ماشي مع تركيز مادة التفاعل مش مع تركيز الإنزيم خالص. ماشي. في ضوء ما درست، أنا عايز أعرف درجة الحرارة عند 18، إيه اللي هيحصل؟ أي الأشكال البيانية التالية يمثل نشاط الإنزيم عند درجة حرارة 18. تعالى نمسك إجابة ونشوف هي صح ولا غلط وليه. دلوقتي عند درجة حرارة 18، فسر إجابتك في ضوء ما درست. هل هيكون شكل الكيرف عامل كده، تركيز مادة التفاعل نشاط الإنزيم والدنيا عالية كده؟ ممكن. مادة التفاعل ده غلط خالص عشان ده عكسي. هتقولي استنى، طب ما هي درجة حرارة 18 حلو، قلت عن المثلى، المفروض النشاط هيقل. النشاط هيقل، انت يعني وفرت عليا كتير جدا. بس هل النشاط هيقل كل ما تركيز مادة التفاعل تزيد؟ يعني انت دلوقتي مادة التفاعل التركيز صفر، نشاط عالي جدا، دوت تركيز نص، النشاط نص، التركيز كبير، النشاط وصل للصفر. الحتة دي هي اللي اقدر اتحجج لك بيها واقول لك ان الكلام اللي انت بتقوله ده غلط تماما. النشاط واصل للصفر عند درجة حرارة 18، غلط جدا، لسه موصلناش عند درجة حرارة صفر. ماشي. طيب هل الكلام ده ممكن؟ ده حلو. انهي الصح بقى عشان انا تهت خالص، ده كده علاقة عكسية فمش هينفع خالص. تعال نشوف فوق كده شوية ونقول إن 36 هي درجة الحرارة المثلى للإنزيم. ماشي. وتركيز مادة التفاعل كل ما بتزيد كل ما نشاط الإنزيم يزيد. ماشي. بس تعال نشوف كده مثلا إن دوت تركيز مادة التفاعل زاد تاني ولكن نشاط الإنزيم مزادش. ده لو بنفترض يعني إن إحنا كملنا الكيرف وكملنا الجراف، عملنا كده. ماشي. تركيز مادة التفاعل زاد ولكن نشاط الإنزيم ثابت. يبقى عند النقطة دي اسمها نقطة عدم التشبع. ما اقدرش انزل كده طبعا، ولو مديني ارقام ما اقدرش انزل كده طبعا واقول له ان التركيز دوت هو تركيز الانزيم عند نقطة التشبع، لا، لان دي تركيز مادة التفاعل اساسي. فاهم؟ ماشي. بس انا استنتج من ده ايه؟ من النقطة دي ومن عدم التشبع ده ومن الكيرف ده ايه؟ ان انا عندي 36 درجة مئوية دوت الحرارة المثلى، وكمان انا وصلت لنقطة التشبع، وصلت لأقصى تركيز للإنزيم أقدر أوصل بيه أقصى سرعة. يعني أنا معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا حاطط تركيز إنزيم بكتير، حاطط وفرة من الإنزيم، حاطط شوية حلوين من الإنزيم، حاطط إنزيم كتير. مش هيخسر معايا يعني لو أنا زودت شوية من تركيز مادة التفاعل أو قللت شوية من تركيز مادة التفاعل. تمام؟ مهمة جدا النقطة دي توصل لك. معلش تاني نمسح ونعيد مرة ومليون وعشرة. فاهم؟ دلوقتي انا عندي الكيرف ده مع مين ومين؟ نشاط الانزيم وتركيز، خلي بالك تركيز مين ده؟ تركيز مادة التفاعل. طيب علاقة طردية، كل ما نشاط الانزيم يزيد كل ما تركيز الانزيم يزيد، كل ما تركيز مادة التفاعل تزيد نشاط الانزيم يزيد. ولكن لو انا جيت كملت كده هستنتج ان انا عندي نقطة عدم التشبع اللي هي مين؟ اقصى سرعة للانزيم عند تركيز انزيم واحد. ماشي. هل ده تركيز انزيم؟ لا، ده تركيز مادة التفاعل. بس برضك انا اقدر ان انا افهم ان انا وصلت لدرجة التشبع. ليه؟ كل ما بزود تركيز مادة التفاعل كده الانزيم ثابت خلاص، اصلا نشاط الانزيم ما بقاش يكتر عن كده. فانا وصلت عند نقطة التشبع، يعني تركيز الانزيم اصبح ايه؟ اصبح تركيز الانزيم الامثل
نشاط امثل، النشاط مش هيعلى عن كده. انا برضك وصلت ايه، انا عايز اوصل لنقطه، النقطه اللي هي ايه، ان انا حطيت انزيم بكميه كبيره لدرجه ان انا وصلت الدرجه المثلى في التركيز والنشاط الامثل. يعني انا حاطط كميه انزيم ببعزها، هي ديت النقطه اللي انا عايز اوصلها. فانا عايز استفيد بحاجتين، 63 قصدي 36 هي درجه الحراره المثلى، وان انا حاطط انزيم بكميه كبيره. الانزيم اهو وفره، فاهم، علشان هنستخدمها في الكلام اللي تحت. تركيز مادة التفاعل ونشاط الإنزيم باين جدا من الكيرف اللي طالع دوت أو من الخط اللي طالع دوت إن الإنزيم شغال بسرعة جدا. ليه؟ لأن أنا عندي اهوت ماشي، عندي اهوت النقطة ديت كان نشاط الإنزيم عالي، النقطة ديت نشاط الإنزيم عالي، أنا كده كده عندي تركيز الإنزيم عالي ونشاط الإنزيم كويس، فتمام ممكن نمشيها. ولكن عند درجة الحرارة قلت 18، وكل ما درجة الحرارة تقل كل ما نشاط الإنزيم يقل، وده كده كده أصلا ده النشاط بتاع دوت أعلى من النشاط بتاع ال 36، يعني درجة الحرارة مثلى، فغلط تماما، غلط ما ينفعش أفكر فيه خالص. يعني أصلا أما قل عن درجة الحرارة المثلى النشاط الإنزيم بيقل، فأنا النشاط هنا لأ ده زايد أساسا، فما ينفعش. تمام. هتقول لي طيب هنا كويس اهو، اديك انت بتقول بلسانك اول لما بقل عن درجة الحرارة المثلى النشاط بيقل، ماشي، ولكن مش بيقل لدرجة الصفر، ماشي، مش بيقل لدرجة الصفر. وغير كده اصلا انا مش جايب العلاقة العكسية مع مين، مع درجة الحرارة، لا خالص، انا جايب علاقة عكسية مع التركيز مع التفاعل، يعني مع حمادة تاني خالص. انا ايه اللي خلاني اقول ان انا كل ما بزود تركيز مادة التفاعل نشاط الانزيم بيقل؟ لا، اصلا الكلام ده غلط علميا ومش موجود في الكتاب. المفروض العلاقة تبقى كده، ماشي، زي اللي فوق بالظبط، او تركيز مادة التفاعل ونشاط الانزيم علاقة طردية. هو جابها لك عكسية، تفكر فيها يا بني ادم، حرام عليك يا بني ادم، حرام عليك، فكر بالايه، بالجزمة اللي قاعدة فوق دي شوية. يعني هو جايبها لك فوق في السؤال علاقة طردية بنفس الصادات وبنفس السينات، تنزل تحت تلاقيها علاقة عكسية بقدرة قادر وتفكر لي فيها كمان، لا دي مستبعدة تماما، ماشي. وديت استبعدناها ليه؟ طيب استبعدناها عشان الكيرف عالي بسرعة جدا ونشاط الانزيم زاد جدا، مع ان احنا قللنا الحرارة اساسا عن درجة الحرارة المثلى. اذا درجة الحرارة اما قلت لازم كمان نشاط الانزيم يقل، تمام. يعني النشاط الانزيم قليل اهو، اقول لك لا دي خدعة، دي تركاية، دي حنيكة من الدكتور اللي حاطط السؤال دوت. طب ليه؟ بقول لك هو اساسا ماشي بنفس السرعة بتاعت الكيرف اللي فوق. والله لو نزلت من النقطة دي مثلا هتلاقيها عند كلمة التفاعل كده عند الألف، هو يعني امسح معلش، امسح. عند مثلا النقطة دي، ماشي، هتلاقيها عند الفه، ماشي، اطلع لي من الفه كده، سوري، اطلع لي من عند الفه كده اهي، تلاقيها في نفس النقطة، خلي بالك تلاقيها في نفس النقطة. فإذا ده ماشي بنفس السرعة، ما أنا إيه، ما غيرتش حاجة. هو قصهولك تقول لي خلاص كده، لا هي مش خلاص، هو ماشي بنفس السرعة والله، يعني مفيش أي حاجة، عادي أقدر أكمله كده برضه لحد ما يوصل لدرجة الحرارة المثلى عادي جدا، ماشي، ويمشي كده. طيب إيه بقى دوت، تعالى هو ده الصح، بس تعالى نشوف صح ليه. دلوقتي الكيرف ماشي ببطء جدا، امسح علشان نشوف، ماشي ببطء جدا. هتقول لي طب ماشي ببطء، لا والله انا ماشي بنفس السرعه بتاعت ده عادي جدا. طب انا عايز افهم بس ده ايه اللي خلاه ماشي ببطء، او ماشي ببطء ازاي، يعني اعرف منين ان هو ماشي ببطء؟ بص من حاجه، يعني مثلا ده كده عند الالف بتاعت التفاعل واصل لنقطه صغيره، عند مثلا كلمه الماده، ماشي، واصل لنقطه صغيره من نشاط الانزيم. تعال عند كلمة مادة بردك هنا اهوت، واصل عند الزين بتاع كلمة الانزيم، هنا اصلا ما كانش لسه وصل عند الميم، يبقى مادة تركيز كبير ونشاط قليل، لكن هنا تركيز كبير ونشاط كبير، فاهم؟ مقصود ان النشاط بيزيد بسرعة، هنا النشاط بيزيد ببطء،
انا محتاج ايه؟ محتاج المعادله او الجراف اللي هيكون النشاط بيزيد فيه في بطء اصلا. ليه؟ لان انا قللت درجه الحراره يا جدعان. فالاجابه الصح هي هتكون د. السؤال ده سؤال خطير ومهم جدا ولازم تبقى فاهم. بالراحه بالراحه بالراحه. ليه انا اخترت د؟ اجابه بسيطه جدا، علشان كل ما التركيز يزيد كل ما التفاعل نشاط الانزيم يزيد. كده كده علاقه طرديه، المفروض دي صح ودي صح ودي صح. بس ايه اللي خلاني بقى اختار تركيز مادة التفاعل بتاع الدال بالذات؟ لان انا قللت درجة الحرارة. المفروض نشاط الانزيم هيقل، ستيل هو هيفضل يزيد بس لازم يزيد بقى ببطء. يزيد بايه؟ ببطء. بص، الدرجات بتتغير بصعوبة، الدرجات بتتغير بايه؟ ببطء. انا محتاج ازيد ولكن ازيد ببطء، علشان انا قليت عن درجة الحرارة المثلى للإنزيم. بس السؤال ده مهم جدا، وأتمنى يعني ما نكتبش إن إحنا مش فاهمينه في التعليقات عشان هزعل جدا والله، يعني سوري. السؤال يعني يا نهار أبيض، أنا حتى وأنا بحله كاتب عليه جامد. فيما يلي 3 أشكال تصف التغيرات في تركيز إنزيم، تركيز كل من الإنزيم والبروتين والأحماض الأمينية الناتجة بتأثير فعالية إنزيم يحلل البروتين. يعني دلوقتي لحظة بس، أنا عندي إنزيم بحلل بروتين بيه، ماشي؟ جاب لي 3 كيرفات. 3 كيرفات دول بتوع إيه؟ تركيز كل من الإنزيم والبروتين والأحماض الأمينية الناتجة. يعني كده كده عندي أحماض أمينية، بروتين، إنزيم في التفاعل. كل واحد شاف بيشتغل أو مصيره عامل إزاي ده في التفاعل، قام راسمهولي. انا بقى في الاسئله هيقول لي طبعا مين ايه ومين ايه ومين ايه. الفكره كلها في ايه؟ في المعادله اللي انا كاتبها دي، ماشي؟ المعادله دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي متفاعلات، ماشي، وعندي نواتج. فاكرين؟ لحظه لحظه، فاكرين الكيرف ده اهو؟ وساعتها برضك ان انا قلت ان انا دي كاتبها غلط، وكاتب ان العكس هيكون اللي بالازرق ده المتفاعلات واللي بالاحمر ده النواتج. طب ليه؟ ليه؟ تعالى كده نخش هنا اهوت، معلش. ده بالظبط الكيرف بتاعي، اقدر ارسمه بطريقتين: الطريقة العوجة اللي انا راسمها ديت، والطريقة المستقيمة اللي انا راسمها ديت. بيقول لك ادي عندي التركيز وعندي الزمن، ماشي؟ الكلام ده كان في محاضرة المراجعة. عندي التركيز وعندي الزمن، انهي فيهم متفاعلات وانهي فيهم النواتج؟ عندي ايه؟ ماشي، دخل تفاعل اتحول او اتكسر بقى لبي زائد سي، ماشي يا معلم؟ بي زائد سي. ويا عم فوق كده في انزيم، في انزيم دلوقتي دوت متفاعلات. يعني قبل ما اشتغل في التفاعل اصلا كان المتفاعلات اكبر ما يمكن، ده التركيز. انا عايز اكبر ما يمكن دلوقتي اهم، الاتنين دوت اكبر ما يمكن وده اكبر ما يمكن، بس عند الزمن صفر عشان لسه ما ابتديتش شغل اساسا. عند الزمن صفر. اذا مين اللي هيبقى المتفاعلات؟ هو ده. مين اللي هيبقى المتفاعلات؟ هو ده. امال ده مين يا معلم؟ لا، ده النواتج. ليه؟ عشان تركيز عالي برضه، ولكن عند ايه؟ عند الزمن النهاية. يعني اول لما التفاعل خلص خلاص مبقاش عندي متفاعلات، كل المتفاعلات راحت وبقت ايه؟ نواتج. يبقى انا عندي الزمن النهاية المتفاعلات سوري النواتج تركيزها اعلى ما يمكن. طيب والمتفاعلات بقى تلاقي تركيزها صفر يا معلم، صفر. يبقى دوت نواتج، ماشي، ودوت ايه يا عم؟ خلينا بنفس اللون، ودوت متفاعلات. فهمت الفكرة ما بين العلاقة ما بين التركيز والزمن ما بين المتفاعلات والنواتج؟ لو احنا عايزين نمسح كده كل حاجة، انا عندي نكتب تاني نفس المعادلة. عندي ايه؟ قال لك بروتين
ومن خلال الإنزيم ماشي حللناه لأمينو أسيدز، أحماض أمينية. تمام ماشي. وفي النص هنا كده إنزيم شغال. أنا عايز أعمل علاقة لكل حاجة. طبعا ده كده هيبقى غلط وده غلط. احنا هنعكس بس، ده هيكون الايه المتفاعلات وده هيكون النواتج. مش سوري ده الواحد مهيس والله يا جماعة. أنا شاورت على نفس الخط أساسا مرتين. ده هيكون متفاعلات الرجالة وده هيكون الإيه النواتج. ماشي. دلوقتي عايز أفسر وأرسم كيرف للمتفاعلات، كيرف للإنزيم، كيرف للنواتج. ماشي. متفاعلات، ادي التركيز وادي الزمن. متفاعلات عند الزمن صفر تركيز اعلى ما يمكن، عند الزمن النهاية التركيز ايه اقل ما يمكن. يبقى ده كده فهمنا. متفاعلات لسه ما بدأتش الشغل اساسا، اهو تركيز ما اتاخدش منه نقطة، الزمن صفر انا لسه ما اشتغلتش اساسا. جيت في النص عديت زمن وقت كبير وكمان خدت كمية كبيرة جدا من التركيز، اهو قل اهو وصل للصفر اهو. طيب انا خلاص خلصت الزمن بتاعي وخلصت الشغل وخلصت التفاعل. تمام. الزمن خلص والزمن وصل لزمن كمية كبيرة، يعني مثلا 20 ثانية، 20 ساعة يا عم، والتركيز بقى وصل للصفر. تمام. النواتج، النواتج عند الزمن صفر انا كنت لسه تركيز ما كنتش اتولدت اساسا، ما كنتش جيت. ماشي. ولما عدى 10 ساعات لما الزمن خلص كنت انا موجود بكامل تركيزي. يعني انا علاقة طردية مع الزمن والمتفاعلات علاقة عكسية مع الزمن. تمام. الانزيم، الله الله على الانزيم واللي يقدر يعمله اهو. اللي هيفكر في الطريقة دي يبقى ممتاز. الانزيم ثابت، لا راح ولا جه. الانزيم من خصائصه ان هو بيزيد من سرعة التفاعل الكيميائي بس. كمل كده الجملة. دون ان يتأثر. دون ايه؟ ان يتأثر. دون ايه تاني معلش؟ ان يتأثر. يعني زي ما بيدخل زي ما بيخرج. فهمنا المعادلة ديت يا جماعة؟ المعادلة ديت هي الحل ومهمة جدا طبعا. ماشي. نخرج بقى ونروح نحل السؤال علشان للأسف لقيته محلول غلط. هقول لك أنا حليته غلط ليه. أحماض أمينية ماشي اتحولت لبروتين، مفيش مشكلة. الكلام دوت صح تماما، ولكن ده من عندي. أنا ما مشيتش تبع السؤال، أنا جاوبت من عندي. لا غلط، أنت لازم تكتب كل كلمة تبع السؤال. هو السؤال قال لك إيه؟ إنزيم يحلل بروتين، يعني بيكسر البروتين، مش انزيم بيبني. ماشي. انا كده السهم ماشي ازاي؟ السهم ماشي ان انا ببني بروتين، لا بس غلط. المفروض السهم يمشي كده، المفروض ان انا بكسر البروتين. يعني المفروض ان ده المتفاعلات وده النواتج. انت صح وكل حاجة واجاباتك هتبقى صح، ولكن يا حسرتي انت صح بس على سؤال انت مألفه في دماغك ليه؟ عشان ما قريناش السؤال كويس وانا بحل خدتش بالي من كلمة يحلل دي، رحت عامل السهم كده. ماشي. فده اصبح المتفاعلات. اذا فدوت هنا المتفاعلات مش برودكتس، لا مش برودكتس خالص، ولا دوت رياكتنت. ده هنا الرياكتنت اللي هو المتفاعلات وهنا برودكت عشان احنا خلاص السهم ده غلط. احنا ماشيين كده، احنا بنحلل. الانزيم بيحلل البروتين لأحماض أمينية. تمام. البروتين قلنا ان هو بيبقى علاقة عكسية مع الزمن، ادي دوت التركيز ودوت الزمن. ماشي. انا عندي تركيز عالي جدا اول لما ما كنتش شغال، اول لما اشتغلت التركيز بدأ يقل، التركيز بدأ يقل. ماشي. يبقى السي كي، السي دوت هي الاحماض، سوري السي دوت هو البروتينز. البروتينز اللي هو ايه؟ اللي هي المتفاعلات. حلو جدا. الانزيم ثابت، زي ما بيخش زي ما بيخرج، يبقى ده كده الانزيم. ماشي. الأحماض الأمينية اللي هي المتفاعلات اللي هي النواتج. النواتج كل ما بتزيد مع الزمن، بتزيد مع الزمن علشان هي بتتكون. الزمن بيزيد
كل ما متفاعلات بتزيد، كل ما التركيز بيزيد بتاع النواتج. صح؟ مش فاهم؟ بص على، بس احنا مسحناها يا للأسف. ارجع عيد الفيديو بقى، الجزئية الأخيرة دي. إن كل ما يعني كل ما بزود الزمن كل ما النواتج بتتكون. ده ميك سنس. فإذا دوت بتاعت الأحماض الأمينية، علشان ديت نواتج. ماشي. يبقى بالتالي بي انزيم احنا متفقين عليه كده كده، سي بروتين، ماشي، ايه احماض امينيه. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب ليه مش بي انزيم وايه بروتين وسي احماض امينيه؟ لان لو احنا جاوبنا الاجابه ديت، ها، احنا ماشيين السهم كده، يبقى احنا مش بنحلل البروتين ده، احنا بنكونه. يعني دوت المتفاعلات وديت النواتج. المتفاعلات بتزيد مع الزمن ولا بتقل مع الزمن؟ بتقل، يعني هتبقى سي. كلام حلو وكل حاجة، ولكن السؤال ده انت مألفه من دماغ، مش موجود هنا. بيقول لي يحلل، فاهم؟ انزيم يحلل يعني بيكسر، فإذا المفروض نعكس السهم. يا جماعة ظلمت نفسي والله. كنت فاكر إن أنا ساعتها وأنا بحل السؤال إن أنا كنتش مركز، بس أنا طلعت مركز. أنا كنت هنا حالل بدي لنفسي مثال. هو تحت بقى بتكلم بقول إيه؟ بقول هو بقى بيحلل البروتين، يعني هيمشي بالعكس. فهمت؟ ما عليك يا ضياء سماد والله العظيم، ما عليك. ظلمتوني يا جماعة، قلتوا عليا إن أنا غلطان وبتاع مش فاهم حاجة. أنا كنت بدي لنفسي مثال يا جماعة. شفت تحت بقى قلت هيمشي بالعكس. يعني الإجابة هتكون كام؟ هتكون نمبر بي. تعبت. اعملوا لايك، اوعوا تكونوا متعملوش لايكات يا جماعة وكومنتات وتشاركوا الحلقة مع أصحابكم. أنا والله قاعد يعني ورايا كمية حاجات ومشغوليات كبيرة، بس قاعد بحل أسئلة معاكم عشان إيه؟ ربنا يكرمنا. والأسئلة ديت صعبة جدا، فلازم أنت مش هتعرف تحلها لوحدك، أو حتى لو حلتها محتاج حد يتأكد من إجاباته. فدي بنخليها مع بعض نقنعك بالأسئلة وأجوبتها بتبقى إزاي. يلا نكمل. وهو واحد كده عايز ايه يعني بفضفض معاكم كده اصلا ايه يعني. اخواتي يا جماعه، اخواتي والله. عايز اجيب كوبايه شاي مش مصدق، فهنوقف واروح اجيب كوبايه شاي. بسم الله رجعنا، تعالى نكمل. اوعى تكون بتمل مني انا بقعد كده ايه ادردش معاك في وسط الكلام. الشكل المقابل يوضح مجموعة من الخلايا الحيوانية في ضوء دراستك. حدد أي الجزئيات البيولوجية الكبيرة. ماشي. تدخل في تركيب س وصاد. س شايف مشاور عليه، وصاد جوه. تمام، جوه ده شكل الخلية جدا، يعني ده شكل الخلية، واللي جوه دي النواة، واللي السودا دي النوية. حلو أوي. أنا عايز أعرف بقى إيه البوليمرز اللي أنا درستها بيخشوا في تركيب الخلية من بره الغشاء والنواة من جوه. سهل. من بره الغشاء هتاخده طبعا في شابتر 2. هيقول لك ان الغشاء بيتكون من كربوهيدرات وليبيد وبروتين. طبعا الاجابه هتبقى بروتين وليبيد، معلش زود عليهم كربوهيدرات. صاد الاجابه هتبقى دي ان اي. معلش سؤال مهم جدا ممكن يجيب لك صح وغلط. لو انا برضك في صاد ديت ورحت كاتب ار ان اي، الاجابه هتبقى صح ولا غلط؟ الاجابه هتبقى غلط، علشان الار ان اي بيبقى موجود في السيتوبلازم هنا، مش بيبقى موجود فين؟ مش بيبقى موجود في النواة. النواة دوت بيبقى موجود فين؟ الدي ان ايه بس. واما يحصل له نسخ يطلع في السيتوبلازم الار ان ايه، وبعد كده يحصل له ترجمه ويتكون البروتين فين؟ في السيتوبلازم برضه. فاوعى بالله عليك تتلخبط وتبقى فاهم الجزئيه ديت جدا. ممكن يجي لك برضك صاد ديت ويجي لك سؤال صح وغلط. موجود ار ان ايه هنا؟ لا يا معلم، يبقى موجود في السيتوبلازم. ماشي. تمام يا رجاله. وتمام يا بنات برضك، عشان ما تفتكروش ان انا متعنصر ولا حاجه. لا لا. خلايا دم حمراء لشخص مصاب بأنيميا الخلايا المنجلية، وهي بأنيميا الخلايا المنجلية، مش ده نوع من أنواع الأنيميا، اسمها أنيميا الخلايا المنجلية. يعني إيه؟ يعني خلي خلية الدم شكلها عامل كده بالظبط.
فهمت؟ وهو من الأمراض الوراثية الناتجة عن حدوث خلل في الجين المسؤول عن تكوين بروتين خلايا الدم الحمراء. البوليمر اللي حدث فيه الخلل طبعا هو اسمه ده بروتين الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده اللي هو ايه ده دوت البروتين المرتبط. بروتين مرتبط ايه؟ بروتين مرتبط بالحديد، العنصر اللي هو الحديد اللي حصل فيه خلل وبيتكون خلايا كرات الدم الحمراء. قربنا خلاص الحمد لله مش قادر. قام 2 من الطلاب بإجراء تجربة لدراسة تأثير تركيز إنزيم ما على معدل نشاطه، ثم قام كل منهما بتمثيل النتائج التي حصل عليها بيانيا كما بالشكل التالي. طالب 1 طالب 2 بس خلي بالك ده تركيز الإنزيم أهو، شفت ده الكيرف الصح. الكيرف التاني كان لاعب لك فيه، كان كاتب لك تركيز مادة التفاعل، وهنا تركيز إنزيم مع معدل النشاط مع النشاط. هنا احنا وصلنا لدرجة التشابه، ولكن احنا هنا لسه ما وصلناش. يعني كل ما بزود تركيز الإنزيم كل ما لسه النشاط بيزيد والسرعة بتزيد. لكن هنا لو أنا زودت إنزيم تاني عن التركيز دوت، النشاط هتبقى ثابت والسرعة هتبقى ثابتة. أي العبارات التالية تفسر الاختلاف الموضح بالتجربة الطالب التاني؟ تعال نشوف. أضاف مثبت للإنزيم في التجربة، أدى تجربته في وسط ذو درجة حرارة مرتفعة، استخدم محلول منظم مختلف، استخدم تركيز أقل من مادة التفاعل. لا مش فاهمين حاجة. طيب تعال نمسك واحدة واحدة يا معلم. أول حاجة اتكلمنا في أول حلقة خالص يعني إيه مثبط؟ مثبط يعني أنا مش هشتغل أساسا، الإنزيم بتاعي مش هشتغل والنشاط مش هيزيد للدرجة دي، ماشي؟ فالمثبط خلاص. أدي تجربة في وسط ذو درجة حرارة مرتفعة، حلو مفيش كلام، درجة الحرارة مرتفعة حلو مفيش كلام، ولكن درجة الحرارة المرتفعة دي يعني لفين؟ وعديت درجة حرارة مرتفعة عن المثلى مثلا، ولا مرتفعة بس صغيرة عن المثلى، فأنا مش فاهم منها حاجة، فمعلومة ناقصة ما تستخدمهاش. استخدم محلول منظم مختلف، ملوش علاقة بالمحلول خالص طبعا، ماشي. استخدم تركيز أقل من مادة التفاعل، تركيز أقل من مادة التفاعل، ماشي. يعني التركيز بتاع المحفز زاد بدرجة كبيرة، إذا وصلت لحالة التشبع بسرعة. هنا هوت ممكن يكون تركيز مادة التفاعل عالية، فأنا بحاول أزود في تركيز الإنزيم كتير لحد ما أوصل لمادة درجة التشبع، فأنا بزود تركيز إنزيم كتير، فأنا حتى عمال أزود في التركيز وما وصلتش كمان لدرجة التشبع. ده معناه إن أنا عندي مادة الهدف كبيرة جدا، تركيز المتفاعلات كبير جدا، بس أنا هنا وصلت لمادة التفاعل، وصلت لنقطة التشبع، إذا أنا عندي تركيز مادة التفاعل أقل من التفاعل ده. لو التفاعل واحد، هو الطالب قال لك الاتنين مشتغلين على نفس التفاعل، لكن الطالب دوت خد كمية كبيرة، كبشة كبيرة من المتفاعلات ورماها، بس دوت خد كمية أقل من الطالب صاحبه، فإذا تركيز الإنزيم وصل لنقطة التشبع. يبقى الإجابة الأمثل صح، استخدام تركيز أقل من مادة التفاعل، ماشي. أي من العمليات التالية تعتبر عملية هدم؟ يعني إيه هدم؟ يعني المهم إن أنا أطلع ATP في الآخر، أكسر وأطلع ATP في الآخر. تحويل البروتين في الأمعاء الدقيقة الأحماض أمينية ده تكسير، تمام مفيش مشكلة. تحويل الجلوكوز إلى ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء وطاقة في خلايا العضلات، حلو. تحويل الجلايكوجين إلى جلوكوز، تحويل الجلايكوجين إلى جلوكوز بكسر، تمام. تحويل الجلوكوز لجلايكوجين، لا ده أنا كده ببني يا معلم، الإجابة دي غلط. عندي 3 إجابات مبدئيين صح، أنا يعني عايز أبدأ أفسرهم بالراحة. تحويل البروتين في الأمعاء الدقيقة إلى أحماض أمينية، أولا قال لك في الأمعاء ده هضم بالضاد، طب ماشي بس أنا بكسر، معلش إيه الفرق؟ لا قلت لك قبل كده إيه الفرق؟ الفرق إن الأمعاء أساسا عشان تشتغل وتكسر البروتين لأحماض أمينية هي ذات نفسها بتستهلك طاقة، هي ذات نفسها بتستهلك طاقة وبتاخد طاقة، ما بتدكش. لا، عملية الهضم أهم حاجة فيها أنا بكسر وبطلع طاقة.
اكسر بس ما ينفعنيش، اكسر واخد طاقة ما ينفعنيش، لازم الاتنين اكسر واطلع طاقة. تحويل الجلوكوز الى ثاني اكسيد الكربون ماشي وبخار ماء، كسرت اهو وطاقة، وايه تاني وطاقة، يبقى انا كده عملت تكسير وطلعت طاقة، يبقى هي ديت عملية الهضم. خلصنا، اتمنى تكونوا استفدتوا. متنسوش يا جماعة تكونوا مشتركين في القناة، متنسوش يا جماعة تكونوا عاملين لايك، هزعل اوي والله بصراحة لو انا تعبت التعب ده كله على مفيش. فعلشان نبتدي مع بعض بإذن الله الشابتر 2، لقيت فيه تفاعل هننزل شابتر 2 زي ما نزلنا شابتر 1 بالظبط، وهيبقى فيه أسئلة والكلام ده كله. ما لقيتش تفاعل ممكن أساسا ما نزلوش، وممكن ينزل كروتة، على حسب انتوا هتتجدعنوا معايا هتجدعن معاكم. بس ألقاكم كمان بقى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنت شايف مثلا الحلقة التسجيل قاعد قد إيه؟ قاعد ساعة عمالين نتكلم مع بعض، قعد ساعة عمالين نحل مع بعض. يعني متنسانيش طبعا بدعوة بظهر الغيب. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويوفقنا ويوفقكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.